السلام عليكم، مرحبا بكم عند هاتيا كويزين. اليوم جبت لكم وصفة أسهل قريوش في الدنيا بطريقة سهلة جدا، وأيضا مكونات بسيطة خاصة المبتدئات. جربوا الوصفة هذه ومتأكدة 1000% رايحين تنجحوا فيها لأول مرة. إن شاء الله وصفتي اليوم تنال إعجابكم ونبدأ مع بعض الوصفة تاعنا. أنا هنا استعملت كيلو فرينة، عملت فيه رشة ملح وعملت فيه تقريبا مغرف تاع خميرة الحلويات، وعملت 200 غرام من الزبدة الذائبة بعد ما ذوبتها، وأيضا من رشة أو قليل من الفانيلا. ونبدأ نبسس هذيك الفرينة تاعي، نبسسها مليح وبعد نبدأ نلمها بقليل من الحليب الدافي. هذه هي المكونات تاعنا. أعيد المكونات. عندنا في كيلو فرينة عملت 200 غرام من الزبدة الذائبة وقليل من الفانيلا وقليل من الملح وملعقة صغيرة من خميرة الحلويات. وبعد نجيب هنا قليل من الحليب الدافي ونلمها بالحليب حتى تتلم لي مليح العجينة تاعي كيما راكم تشوفوا راني نلم فيها. بعد نعجنها شوية يعني باش يتلم لي مليح، ونقسمها هنا إلى مجموعة من الكويرات، كل كويرة رايحة نلمها في ساشي ونحطها ترتاح أقل حاجة ساعة. إذا كنتوا أول مرة تدخلوا للقناة نرحب بكم عندي، مرحبا بكم عندي، إن شاء الله تعجبكم قناتي وإن شاء الله تستفادوا مني ولو بأشياء بسيطة. وما تنسوش تعدلوا لابونمون، وما تنسوش تعدلوا جيم للفيديو وتكتبوا لي التعليقات في الفيديو اسكو عجبتكم ما عجبتكمش، واعطوني رأيكم. أيضا نسلم على أصدقائي اللي جدد معايا، نرحب بكم معايا، يعني راكم طلعتوا لي المورال كامل. وكيف كيف أصدقائي الدائمين اللي معايا من أول ما بديت القناة، نقول لكم شكرا لكم. اليوم 16 ديسمبر، اليوم عندي عام قد ملي حليت القناة تاعي، عندها عام قد اليوم. ان شاء الله ان شاء الله نستمر، وان شاء الله ديما تقعدوا تعاونوني وتقعدوا دائما تشجعوني، ونشكركم كامل. هنا بعد ما ارتاحت الاولى، شوفوا كيفاه نحلها بالقراص، نحلها مليح. نستعين بشوية تاع فرينة كيما راكم تشوفوا حتى نكملها كامل. بعد ما نكمل نفتحها خلاص حتى تعود البلان دو طرافاي تاعي يعود يبان تقريبا، يعني تصبح شفافة نوعا ما. ندير لها شوية نشا ابين شوية نشا، وكما راكم تشوفوا هنا نطبقها بهذا الشكل ونحطها في الساشي ترتاح. نكمل كويرات كامل بنفس الطريقة حتى نكملهم كامل ونرجع نحل بالوحدة. هنا بعد ما ارتاحوا لي كملتهم الكل ارتاحوا، نبدأ دركا نخدم بالوحدة، نزيد نفتحها خلاص ونستعين بالنشا طبعا باش يسهل لي العملية. هنا نحاول نحلها كيف يعني نرققها خلاص.
ديما كي نفتح نقلبها كل مرة نقلبها حتى نتحصل على الشكل المطلوب. بعد ما نكمل كامل نجيب هذيك اللي نقصو بيها، نعمل مستطيل كيما راكم تشوفوا باش تجيني الخدمة تجيني ساهلة. وبعد نجيب المسطرة نقسم بكل 5 سنتيمتر، نحسب 5 سنتيمتر ونعمل الخط تاعي ونقسمهم كامل على 5 سنتيمتر. وبعد نبدأ نخدم في المعينات تاعي ولا لي لوزانج كيما هنا كل 5 سنتيمتر ندير خط. بعد دركا نبدأ نخدم في المعينات ولا لي لوزانج. هنا لي لوزانج تاعكم تعدلوهم حسب الحبة كيما تحبوها صغيرة تحبوها كبيرة، هنا نخلي ليكم الاختيار ليكم نتوما. بعد ما نقصوهم نجي في الوسط تاع كل معين نعمل خط او فتحة من الداخل كيما راكم تشوفوا في الفيديو، نعمل في الوسط خط هذاك به، هذاك هو اللي راح نفتحوا به الحبة تاعنا. وخلاص درك نهزو هذوك المعينات كل وحدة وحدها، شوفوا معايا نحطوهم 3 ومن بعد نقلبوا من جهة واحدة وصايي. شفتوا مسالهم كيف نزيد وحيد اخرين امامكم، نهزوا 3 كيما راكم تشوفوا اوب ونقلب من جهة واحدة وصايي. هذه هي الخدمة ساهلين ماهلين. نزيد امامكم حبة اخرى. وهذه هي نكمل كلش بنفس الطريقة، نكملهم كامل هذوك اللي خدمتهم كلها نكملهم بنفس الطريقة. ونحط الزيت تاعي يسخن ونبدأ بعد ما نكملهم كامل نبدأ نقلي ساهلين ثاني حتى في القلي ساهلين خلاص. شوفوا هنا كملتهم كامل. شوفوا حاجة مهمة ياسر هذه لازم تتبعوها، لازم تخلوهم ينشفوا قبل ما تقلوهم، لازم كي ينشفوا مليح باش تقلوهم باش يجوا ملاح. هنا بديت نقلي كما راكم تشوفوا بعد ما سخن لي الزيت يبدو يتنفخوا ويعطونا هذاك الشكل هذاك الجميل. يعني ان شاء الله يعجبكم، انا شخصيا عجبني ان شاء الله يعجبكم حتى نتوما. هكا نكمل نقلي ونحطهم يستقطروا من الزيت حتى نكملهم كامل ومن بعد نعسلهم. ودنا درت لهم شويه جنجلانيه محمصه جو ربي يبارك ما شاء الله جو على الكيف. هنا عندك يهزوا اللون الدوغي نحوهم ونزيدوا نجيبوا حايد اخرين وهكذا وهكذا حتى نكملوا نقلوا كلش. ان شاء الله تعجبكم الوصفة هذه وتخدموها جربوها على بالي تعجبكم باسكو ساهلة خلاص ويعني وتخدم ثمثم وفي نفس الوقت بنينة ويعني حتى عنده فرح ولا عندكم مناسبة ولا حاجة ديروها بكل سهولة. أنا في زمن صغير خدمتهم يعني ثمثم كملتهم.
بعد ما كملت شوفوا هنا ستفتهم كامل في البلاطو، وجبت العسل، يكون العسل دافي شوية، عسلتهم وبعد جبت شوية تاع جنجلان، حطيت عليهم الجنجلان جو ما شاء الله جا زيهم يهبل. كيف كيف هذا البلاطو الثاني كيف كيف بعد ما عسلته كملتهم، من بعد حطيتهم في الكيسات وسربيتهم، ربي يبارك جو ما شاء الله من أروع ما يكون. وهذه هي ونقول لكم إلى اللقاء.